ازيكم يا حلوين؟ مافن الشوكولاتة من أسهل وألذ وصفات الحلويات اللي ممكن تتعمل في البيت من غير مضرب ومن غير عجان. كله كده بيتحط فوق بعضه وبتطلع معانا حاجة حلوة جدا، وكمان النتيجة بتبقى مضمونة ومن أول مرة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب أو اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو وتدوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. ويلا نبدأ مع بعض. اول حاجة هحط المكونات الجافة مع بعض، فهنا معايا 2.5 كوباية من الدقيق، هحط عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح علشان بتظبط الطعم جدا وبتخليني كده احس بكل المكونات اللي موجودة جوه المافن، ورشة قرفة او قهوة بيبقى طعمها حلو قوي مع الشوكولاتة. وهقلب بقى المكونات الجافة دي كلها مع بعض واسيبهم على جنب. هجيب بقى بولة تانية علشان هحط فيها المكونات السايلة مع بعض. معايا هنا 1 كوباية من السكر الأبيض الناعم، ونص كوباية من الزيت النباتي، و2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. وهقلبهم بقى مع بعض كويس، مش عايزة تقليب جامد ولا تعمل فوم ولا أي حاجة، بخلط بس خلط بسيط لحد ما السكر يدوب شوية. وبعد كده هضيف لهم علبة زبادي وسط بدرجة حرارة الغرفة اللي هي حوالي 180 جرام تقريبا، وبعدين هضيف لهم حوالي نص كوباية من الحليب، وهقلبهم بقى مع بعض. والزبادي هنا هيخلي طعم المافن جميل جدا وبيديله نكهة حلوة. وبعد كده هضيف لهم حوالي نص كوباية من الكاكاو الخام، وأقلب تاني لحد ما الكاكاو يدخل جواهم وميبقاش فيه أي تكتلات. وخلاص كده اقدر ان انا احط المكونات الجافة فوقيهم بالتدريج واقلب، وهتلاقوا بقى القوام بدأ ان هو يتغير واخد شكل تاني خالص وبقى اتقل كده، وهو ده القوام المظبوط للمافن. وهضيف لهم بقى قطع من الشوكولاتة واقلبهم بقى مع المافن كويس. وبعدين هجيب بقى الصاج بتاع الكب كيك واحط فيه ورق الكب كيك، واحاول املاهم تقريبا كلهم حجم واحد، يعني املى بس لحد 3/4 الكب بس. وعندي كمان قطع شوكولاتة زايدة معايا هحطها كده على الوش، وبعدين هدخله الفرن سخن يكون مسخناه من قبل ما اشتغل في المافن اصلا على درجة حرارة 200 مش 180 على الرف اللي في النص. ودرجة الحرارة دي هتخلي سطح المافن من فوق كريسبي شوية زي اللي بنشوفه في المحلات، وبيطلعوا من الفرن سواهم مظبوط جدا، كلهم تقريبا نفس الحجم. الطبقة اللي فوق بتبقى مشققة كده وكريسبي شوية، وده الفرق ما بين المافن والكب كيك. المافن قوامه بيبقى تقيل، علشان كده هتلاقوا قطع الشوكولاتة زي ما دخلت زي ما خرجت وما سقطتش في المافن من تحت، على عكس الكب كيك بيبقى القوام أخف، فما بينفعش يتحط فيه قطع الشوكولاتة، هتقع منكم تحت على طول. هي وصفة سهلة وبسيطة ونتيجتها مضمونة 100%، وممكن تعملوا منها كمية وتحطوا في الفريزر وتطلعوا منها وقت ما تحبوا. وبس كده، جربوها وقولولي رأيكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو. أنا أماني علي وأشوفكم على خير.